مساء الخير على احلى متابعين معايا. شوية الخضار دول هنعمل منهم اكلة عظيمة بجد. اكلة اقتصادية وجميلة جدا كلنا بنحبها وموفرة طبعا. زهقنا من اللحمة، زهقنا من الفراخ. عندك شوية خضار، بتنجان على طماطم على بطاطس، نقدر نعمل منها شوية مسقعة يستاهلوا فعلا بقك. بس هنعملها بطريقة جديدة وطريقة جميلة. هي طريقة زمان، بس نقول للزمان يرجع يا زمان. وهنبدأ بالبطاطس دلوقتي. أول حاجة كده هنبدأ بيها البطاطس، هنحمرها. هنعملها صوابع، أنا أولادي بيحبوا فيها البطاطس، هنعملها صوابع زي ما انت شايفة. وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وكومنت منكم جميل يسعدني. وبعد إذنكم عايزة لايكات كتير، يعني كل حد بيشوف الفيديو يعمل لي لايك، لأني بجد بجد يعني الفيديوهات ديت والله بتعب فيها جامد جدا. فاللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ففضلا وليس امرا ان انتوا تحطوا لي لايك منكم. مش كتير عليا، يعني انا بعمل والله تصوير ومونتاج وعشان اطلع لكم الوصفات والحاجة بافضل وصفة وباحسن نتيجة. والله براعي ربنا في كل الوصفات، لاني لو في اي وصفة مش حلوة ومكلفة او احنا عارفين الدنيا بقت غالية ازاي، بقيت ما برضاش ان انا اطلعها واني انا اعمل وصفة مش حلوة وان انتوا تجربوها وتطلعوا تقولوا انها وحشة. يعني انا ما استحملش طبعا يعني دعوة مثلا اي حد يدعيها او كده. والله براعي ربنا. فبعد اذنكم تحطوا لي بس اللايك. وهنا دلوقتي بدأنا بقى نرجع للوصفة بتاعتنا. جبت حلة وحطيت فيها شوية زيت ذرة، وتحطي معلقة توم من المفروم. ده التوم اللي انا فرسته معاكم. بصوا ابيض وحلو ازاي برضو. هنا بقى التركة الحلوة المهمة جدا، الريحة هنا تحفة. حمرت نص معلقة كده من الفلفل الاسود مع التومة، وهي بتصفر خلاص التومة كده. رحت حاطه نص معلقه فلفل اسود وحمرتها مع التومه. بجد تحفه، خلت بصي الصلصه ديت ريحه وطعم ونكهه فظيعه. وهنا رحت حاطه الطماطم بتاعتي. وهنا كنت خلاص الزيت هنا يعني سخن. رحت حاطه البطاطس، قليت البطاطس. انا اولادي طبعا بيحبوها ببطاطس وبيحبوا فيها البطاطس اكتر يعني، وجوزي بيحب فيها البتنجان اكتر. والفلفل بس بحط منه يعني ما بحطش الحامي عشان خاطر معايا اطفال وكده. فبعمل فلفل حامي خارج بره لوحده، بحيث ان ما يبقاش المسقعه تكون حاميه على الاولاد. وهنا كانت البطاطس بتاعتنا احمرت بقى جميله. البطاطس دي بصراحه نوعها حلوه قوي، هي للتحمير. وجيت هنا بقى الحاجه التانية والتركه التانية، اني تعملي البتنجان اول باول. مش تقطعيه كله وتحطيه عليه ملح، ولا انك انتي ترشي عليه ملح وتسيبيه يصفي. لا ده كده يشرب زيت. على فكرة دي معلومة مهمة جدا جدا وجربوها، وانا جربتها كتير. انك انتي بحط على قد الطاسة بتاعتي. يعني انا دلوقتي قطعت 2 اهو، ومش هقطع الباقي كله. انا هقطع دول وهروح للطاسة وهقلي فيها على طول. انا التاني ما قطعتوش، هقطع اول باول واحط في الطاسه على طول. دي مهمه جدا، مش هيشرب معاكي زيت. مش هي يعني انت لما بتحطي له ملح وتركنيه بيسمر وبيشرب زيت على فكره. وبتقطعيه سميك شويه، مش بتقطعيه رفيع قوي، عشان انت هتديله لسه غلوه على في الصلصه، عشان ما يبقاش يعني اللي هو يتعجن منك. فاهماني؟ بصي السمك بتاعه مش تخين قوي ومش رفيع قوي. وبتقلبيه كده اول ما بياخد الظهر، مش كل شويه تقعدي تقلبيه. هو اول ما ياخد الظهر لون بتقومي مقلباه على الناحيه التانية. بصي هنا انا لما تلاقي لسه واحده مبيضه شويه، نزليها تاني في الزيت، مفيش اي مشكله، عشان تاخد بس اللون الدرجه الذهبي دي، مش الذهبي الفاتح. انا عايزه الذهبي الاغمق شويه. ليه؟ عشان يستحمل معاكي في النار، ما يبقاش طالع معاكي طري
ولحمه يبقى طري في الطاسة وتحطيه في الصلصة هيعجن معاكي. بصي ده كده متحمر كويس، لما تحمريه كويس وتحطيه في الصلصة مش هيعجن معاكي ومش هيكسر معاكي، لا هيقعد معاكي لحد اخر واحدة وهي سليمة وحلوة. بصي هنا برضو حطيت بقى الطاسة التانية، وهنا كانت الطماطم بتاعتي اتسبكت. نحط التوابل بقى بتاعتنا. هنحط شوية 7 بهارات بتاع ربع معلقة بس، ودي اختياري، اللي حابب يحطها يحطها. وهنحط شوية كمون برضو ربع معلقة، وهنحط شوية بابريكا، وهنحط الملح. وكنت هنا طبعا قليت البتنجان بتاعي كله، الكمية بتاعتي كلها. وهنبدأ بقى نحط دور بقى بتنجان زي ما انت شايفه. طبعا انا دقت الصلصه، شفت الملح بتاعها لقيته مظبوط، طبعا كل واحد على حسب الرغبه بتاعته. حطيت هنا بقى دور بتنجان، وبعد كده حطيت فلفل اللي هو رومي عشان ما يبقاش حامي. طبعا فلفل بيدي طعم ونكهه حلوه قوي للصلصه مع الصلصه، فحبيت ان انا اعمل 3 كده عشان يدي بس الطعم. والحامي عملته قليته وعملت له خلطه لوحده بره. وحطيت بقى صف من البطاطس المحمره على الوش كده، وبعد كده رجعت حطيت صف تاني من البتنجان زي ما انت شايفه، وبدات ان انا اغطسه كده زي ما انت شايفه بالظبط كده في الصلصه وانزله لتحت. بجد طعمها حلو قوي. سبتها حوالي من 2 ل3 دقايق، هغطيها تغلي بس مع نفسها كده، تاخد وتدي بشكل ودي زي ما انت شايفه كده. وادي النتيجه بتاعتنا. طلعتها ونغرف مع بعض بقى. عايزه اقولك الطعم تحفة بجد، جميلة، وبتفكرني بزمان وأيام زمان وطعم زمان، بتفكرني بماما الله يرحمها. وفعلا أكلة جميلة. بصي هحط بقى جنبها عيش، وعملت جنبها طماطم مخللة مع الفلفل الحار وجرجير، وحطيت عيش وعيشي بقى. الدنيا بجد أنا أكلت منها لما بصي مش عايزة أقول لكم، وخلصت والله على طول في نفس اليوم. طعمها فعلا جميل جدا، ويوم سهل وخفيف، وقضينا اليوم كان جميل. وتقدري تعملي جنبها بطاطس مهروسة. بجد كان طعمها حلو. يا ريت تجربوها بالطريقة دي. وما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت منكم جميل يسعدني. وادي هنا بصي دايبه دوب، بس في نفس الوقت مش مهريه، وطعمها تحفه بجد. بصوا هنا الاخ اللي قاعد باصص ده بقعد اكله معاه واقعد اتكلم معاه كتير على فكره. بصوا باصص ازاي، بحبها قوي. بقعد على طول كنت معلقاها فوق، فقاعده ببص للبتنجان. فعايزاكم تجربوا الوصفه ديت وتقولوا لي رايكم فيها، بجد طعمها خطير. واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.